النهارده كده كنت قاعدة حيرانة مش عارفة اعمل ايه. طب يا بنتي يا سارة هتعملي اكل ايه النهارده؟ يا بنتي يا سارة هتعملي اكل ايه النهارده؟ كان عندي شوية جوافة كده في التلاجة. اتفرجوا على الفيديو اللي قبل الفيديو ده وانتوا هتعرفوا طريقة الجوافة اللي محطوطة دي. كان عندي بقى في التلاجة شوية رز على شوية ملوخية على شوية كفتة. رحت مطلعة كل الحاجات العسل دي، رحت مسخناها ومحضراها زي ما انتوا شايفين كده. يا جماعة لازم توفروا، والله التوفير حلو. وبصوا لما تعملوا الأكلة بشكلها حلو كده صدقوني هتحبوها جدا جدا. لو انتوا أول مرة تشوفوني معاكم سارة، يا ريت تعملوا لي لايكات وكومنتات كتيرة وتعملوا الاشتراك للصفحة وقولوا لي انتوا بتتابعوني من أي بلد كمان. ماشي ماشي. بصوا المخلل، يا حلاوة المخلل، يا جماله. وجوزي طبعا بقى شايفني يقول لي يا ستي انت مهملة، انت بتعرفيش تحافظي على القرش، انت يا جماعة ردوا كده في الكومنتات وقولوا لي انا بعرف احافظ على القرش اللي في ايدي ولا لا. طبعا الملوخية دي كانت في التلاجة بقالها فترة، والمخلل العسل السكر ده والرز ده كان في التلاجة. والله العظيم زي ما بقول لكم كده طلعت كل حاجة من التلاجة وقلت لا انا هناكلها النهاردة، يعني هناكلها النهاردة. وما عملتش اي حاجة غير الجوافة بس. لو انت اول مرة تشوفوني اعملوا لايكات وكومنتات كتيرة. باي باي.